كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هعلمكم طريقة عمل الفسيخ المظبوطة من غير ريحة زفارة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. حضرت عدد كده من السمك البوري الطازة لسه جاي دلوقتي من البحر. السمك عينه بتلمع، الخياشيم بتاعته شايفين عاملة ازاي وردي كده طازة. السمكية تخينة، راسها تخينة، هي ده السمك البوري بالشكل ده كده. انا جبت السمك الوسط اللي هو الكيلو يعني عامل 3 أو 2 كبار. الأهم خطوة بقى في الفسيخ غسيل السمكية قبل تفسيخها. همسك السمكية كده واخلي راسها لتحت عشان مفيش اي مية تدخل لبطن الفسيخة، عشان الفسيخ بتاعي ما يتعفنش وميبقاش ريحته وحشة. هغسل ظهر الفسيخة كده والجسم الفسيخة كلها السمكية بتاعتي، وبعدين هغسل الخياشيم كده بالشكل دوت. تفتحي الخياشيم وطلعي اي طين موجود في الخياشيم بالشكل دوت، بقها هيفتح وهينزل الطين اللي موجود فيها. ووقف السمكية على راسها كده بالشكل دوت عشان تنزل المية اللي موجودة فيها. افتحي كده واغسلي سمكية تانية هنغسلها وراسها لتحت برضو، وافتحي كده الخياشيم واغسلي، هتنزل الطين اللي موجود فيها كده بالشكل دوت. الطين دوت بيدي ريحة زفارة خالص وبيعفن الفسيخة وبيخلي ريحتها وحشة خالص. فمرحلة الغسيل ديت مهمة جدا عشان نخلي ريحة الفسيخ حلوة وريحته مش فيها تعفن. بالشكل ده كده السمكية بقت زي الفل كده. السمكية جاهزة بقى للتفسيخ بقى كده، نضيفة خالص بالشكل ده. شايفين السمكية عاملة ازاي كده؟ كل الكمية بتاعتي بقى انا غسلتها وسبتها تتصفى بالشكل دوت كده. هسيبها بقى تتصفى شوية، وبعد ما تتصفى بقى انا هنشفها بالمناديل وهبدأ اعمل لها تكفين. هحط المناديل بتاعتي كده في الخياشيم بالشكل دوت كده، هكفنها كده. ايوه، احط المناديل ديت هتشفط بقى الميه والدم واي حاجه مش مظبوطه في السمكيه بالشكل ده كده. وبرده كل حاجه انا بعملها في السمكيه وانا مخليه راسها لتحت عشان اي ميه في السمكيه تنزل، مش عايزه نقطه ميه تدخل في البطن خالص بالشكل دوت. وكمان بق السمكيه احط فيه مناديل برده، هكفنها يعني بالشكل ده كده. ايوه، سمكيه تانية برضو هعملها معاكم اهو. السمكية انا دي سمكية جاهزة كده خلاص، هحطها على راسها برضو بالشكل ده عشان اي مية تنزل. سمكية تانية هفتح برضو الخياشيم واكفن الخياشيم كده بالشكل دوت عشان المية كده. وبالراحة خالص على الخياشيم، ما تبهدليش الخياشيم عشان لو باظت السمكية منك هتبوظ ومش هتتفسخ وهتبقى ريحتها مش حلوة خالص. فانا بتعامل مع الخياشيم برضو بالراحة خالص كده. منديلين كده بالشكل دوت، واحافظ على قشر السمكية وانا بغسله، مش عايزة القشر يطلع منه عشان القشر دوت ولا يحميلي السمكية ومش هيخليها تملح قوي، لان انا هسيبها من 8 ل 10 15 يوم على حسب الفسيخ بتاعي، على حسب الوقت في الصيف ولا في الشتاء. بالشكل ده كده السمك كله اتكفن كده بالشكل دوت كده. الكمية بتاعتي كلها بقت جاهزة. احطها بقى في التلاجة بتاعتي 9 ساعات. 9 ساعات تنشف خالص. شايفين بعد 9 ساعات طلعت السمكية بتاعتي ناشفة ازاي؟ جسم السمكية ناشف خالص، المناديل مليانة دم. طلعتها بقى كده بالشكل دوت. هو ده بقى الطريقة الصح اللي هتخلي لي ريحة الفسيخة بتاعتي ريحتها حلوة، ما فيهاش ريحة زفارة ولا تعفن خالص. كده طلعت المناديل بالشكل دوت. لو في اي اثر لطين لمية لدم بالشكل ده كده كده الفسيخ بتاعي بقى اصبح جاهز للتفسيخ. سهل خالص وبسيط، الطريقة سهلة خالص وبسيط، بس بالراحة كده. يعني ما تستعجليش على الفسيخ وانتي بتعمليه، لازم تعمليه بروقان. هو سهل بس عايز روقان. شايفين الدم اللي طالع برضو منه بعد ما طلعنا المناديل؟ كمية دم برضو كتير اهيت مع مية بالشكل ده. دول 2 كيلو من الملح، ما تتقيديش بالكيلوهات خالص، على حسب كمية السمك اللي معايا. 3 معالق بقى من الشطة. الشطة دي بتسكر طعم لحم الفسيخ. وطبعا الكركم هنا معانا عشان بيبقى مادة حافظة. نص كوباية كده من الزيت. انا خدت نص كمية الملح عشان ما بهدلش الملح كله، انا هاخد على حسب السمك اللي معايا. واقلب بقى الزيت على الكركم على الشطة بتاعتي. الشطة ما بتشطشطش خالص، بالعكس بتخلي طعم الفسيخية مسكر. اعمل مساج للسمكية بقى في المرحلة ديت. هبدأ بسلسلة الظهر كده واضغط وافعص فيها خالص وامسج بس مش هاجي ناحية البطن. ايوه كده، اضغطي سلسلة الظهر لتحت كده بالشكل دوت عشان لحم الفسيخية يبقى طري. اوعي تيجي عند البطن هتبهدلك الفسيخية خالص وتخلي ريحتها وحشة جدا. شايفين السمك بتاعي بقى بعد المساج بقى بالشكل ده كده؟ ايوه، طري شوية وناشف خالص، مفيش فيه اي مية، مفيش فيه اي دم.
كده بالشكل دوت ستريتش بقى. وهبدأ افسخ السمكية بقى كده واملحها على الستريتش عشان ما بهدلش الدنيا. هفتح الخياشيم بقى واحط الملح. املي الخياشيم بتاعتك ملح. الملح كتره بيخلي لحم الفسيخ ناشف، بس في الخياشيم ما بيعملش حاجة، بيخلي لحم الفسيخ ناشف بس الخياشيم لا عادي. جسم السمكية بقى ما تحطيش عليه ملح كتير، بس وسط كده بالشكل دوت زي ما انا بعمل كده. وزعي الملح على السمكية كلها، الراس والديل والجنب وكل حتة بالشكل دوت. لون الكركم بيبقى جميل قوي، بيحفظ لي السمكية ما بيخليهاش تتعفن. والشطة بتخلي ريحة السمكية تحفة، تفتحي كده تشمي ريحة الشطة كده، بس ريحتها حلوة كده بالشكل دوت. وبعد كده بقى هقفل على السمكية. انا بحب اعمل سمكية سمكية عشان لا قدر الله لو سمكية باظت او ما نفعتش مني ما تبوظش باقي السمك كده بالشكل دوت. وقفلي بقى ستريتش 6-7 مرات ستريتش على قد ما تقدري. لو عايزة تحطي السمكية في كيس وبعدين تغلفيها في ستريتش ماشي، انا بعملها في ستريتش على طول كده، بالنسبة لي بيبقى اسهل. وغلفتها بقى 6-7 مرات على بعض. غلفي ما تزهقيش خالص، انا مش عايزة اي مية تطلع ولا اي هوا يدخل للسمكية بالشكل ده كده. ايوه غلفيها كويس كده. ده بقى تغليف السمك كله. بعد ما خلصته بالشكل ده اصبح السمك بتاعي جاهز خالص. احطه في اكياس بقى، كيسين 3 كده، احطيهم في بعض ورصي السمك كده عكس بعض. الراس في الديل، الراس في الديل، الراس في الديل. ما ترصيش الراس كلها جنب بعضها عشان ما يبقاش المية تنزل في جنب كده، لا خليهم عكس بعض كده عشان تعرفي تقفلي عليهم كويس بالشكل دوت. وبعد كده بقى بعد المرحلة ديت لما اغلف السمك بتاعي انا هسيب السمك بتاعي. لو عايزاه دلع سيبيه اسبوع، عايزاه وسط يبقى 10 ايام، ده في الصيف. عايزاه حادق قوي يبقى 20 يوم، لكن في الشتاء بداية من 15 يوم وانتي طالعة. قفلي بقى الكيس كويس جدا كده بالشكل دوت. وغلفي بقى، غلفي على قد ما تقدري. غلفي بقى يمين وشمال وبالطول وبالعرض 7-8-9 تغليفات بالشكل دوت. عايزة تكتفي بالتغليف دوت وما تحطوش في حاجة بلاستيك ماشي، ممكن تحطيه كده وعليه فوطة وخلاص في المطبخ. وكل يوم قلبي الصبح بقى، قلبي يمين شمال الصبح كده او الصبح وبالليل عشان السمكية تستوي من جميع الجوانب بالشكل ده. ده الجزء الاولاني من الفيديو بتاع الفسيخ. لو عجبكم بقى ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.